غجر وماتت. وبعدها ليندا بنته كانت مستغربة هو ازاي ما اتسجنش بعد ما موت الست دي. وبيلي وهايدي قالوا لها انه تحول التحقيق ولسه هيتحكم عليه، وهايدي قالت لها انه بريء وما عملش حاجة غلط ومش هيتسجن. وبعدها في المحكمة القاضي كاري طلب الشهود اللي كانوا موجودين وقت الحادثة، واول شاهد قال ان غجارية اللي ماتت كانت بتجري اصلا علشان سرقت محل. وبعدها الضابط دانكن طلع وقال ان بيلي كان سايق بسرعة عادية، وان غجارية هي اللي غلطانة وظهرت قدامه فجأة. وبيلي كان متوتر رغم ان كل الشهود معاه. بعدها خد براءة من التهم وطلع هو ومراته من المحكمة وراحوا علشان يركبوا العربية. فجأة ظهر لهم رجل عجوز شكله غريب اسمه ليمبيكي، وهو من الغجر، وهو هيبقى ابو الست اللي قتلها. وقام فجأة مقرب من بيلي وحط ايده على وشه وقال له انه هيخس ومشي. وبيلي ما كانش فاهم حاجة. وبعد اسبوع بيلي بيوزن نفسه لانه خس اكتر من 10 كيلو. وهايدي بتكون مش مصدقه ومستغربة لانه ما بيبطلش اكل. وبيلي بيكون فرحان وفاكر انه يقدر يخس من غير ما يمشي على نظام الدايت. وبعدها راح يلعب جولف مع